اهلا بيكم في رايزنج فينيكس تيرو. الفيديو ده هيكون التوقعات العامة لبرج القوس تايمليس ريدنج. اتمنى طاقتكم توصل لي والقراءة تنطبق على اكبر عدد منكم. القراءة بتسري على الرجال والنساء وبتنطبق قراءة عكسيا. خدوا من الفيديو اللي بينطبق على حياتكم وسيبوا الباقي. برج القوس انا شايفة ان في امور كتير يمكن بتجول في خاطركم او في بالكم. يمكن حتى اللي قدامكم انتوا مثلا بتكونوا قاعدين مع حد او في ميتنج او في حتى في تجمع سواء مع اصدقاء او غيره او حتى عائلي. ما بتبقوش مركزين معاهم، بيكون دماغكم حتى وانتوا مع ناس حواليكم بيكون دماغكم شغالة في حاجات كتير انتوا بتفكروا فيها. اللي قدامكم حتى يمكن بيشعر ان انتوا معاه او بيبقى زي ما يكون مركزين معاه في اثناء صمتكم، لكن انتوا في حاجات بتكون بتفكروا فيها او في حاجات مستحوذة على تفكيركم. آه، في منكم اللي ممكن تكون امور ماديه، في منكم اللي ممكن يكون مش بس امور ماديه، ممكن عاطفيه او حتى في حاجات كتير او كذا حاجه، مش حاجه معينه او في مجال معين بتفكروا فيه. بس انا شايفه ان في حاجات كتير انتم محتاجين تفكروا فيها بطريقه ايجابيه، لان بالطريقه اللي انتوا بيها بتفكروا بتقدروا ان انتوا تجتذبوا، سواء كان تفكيركم ايجابي فبتجتذبوا لحياتكم كل ما هو ايجابي والعكس صحيح. في كتير منكم يمكن بتفكروا بطريقة أو في حاجات مشوشة في نظراتكم في تفكيركم في طريقة رؤيتكم لبعض الأمور. في حاجات مادية شغلاكم فيما يخص المادة أو الفلوس. أنا شايفة إن انتوا عندكم انفراجة. اللي فيه منكم ممكن تكون بدون وظيفة أو عمل، لا ممكن يكون الأموال دي هتجيلكم عن طريق وظيفة تعرض عليكم، يمكن بمرتب كويس جدا، يمكن عندكم ترقية، يمكن في بيزنس أو حاجة انتوا عايزين تدخلوا فيه بس خايفين ما يعودش عليكم بنجاح. ممكن يكون دي إشارة إن الأمر دوا طالما انتوا حاسين إن انتوا بتمتلكوا من المواهب أو القدرات أو الدراية يعني الشاملة لجميع جوانب الأمر اللي انتوا عايزين تبتدوا فيه دوا هتحقق لكم كتير نجاح. ساعات الخوف، معظم الناس اللي بتبقى ناجحة أو بتبقى كتير ذكية آم، يعني ما بترضاش تخش في أي حاجة بسهولة، والخوف اللي بيبقى جواها ده بيضيع منها فرص كتير. لكن أنا شايفة إن في خير من نصيبكم أو متشال ليكم. في عجلة حظ بتدور لصالحكم. صحيح ممكن الأمر يكون فيه تعب، ممكن يكون فيه وقت محتاج صبر محتاج اجتهاد، بس في الآخر هتحصلوا على يمكن أكتر من النجاح اللي كنتوا كمان راسمينه. في كتير منكم ممكن تكون مقدمين على قرض، ممكن تكونوا هتحصلوا على القرض دوا، ممكن تكون سلفتوا حد مبلغ مادي او في امور مادية عالقة في الفترة الحالية، ممكن تكون هيتم زي تيسيرها وهتبقى هتحصلوا عليها او هتجيلكم بكل سهولة، يمكن بعد طول مدة او طول معاناة او طول صبر. شايفة كمان ان ممكن يكون في حاجة قيمة جدا داخل حياتكم، حاجة لا تقدر بثمن، حاجة كلها خير كلها انفراج. أنا شايفة إن زي ما يكون في ألوان هتبتدي ألوان إيجابية أو حاجات إيجابية أو أمور إيجابية زي ما يكون داخل حياتكم، يمكن ظهور هتبتدي زي الدنيا زي ما يكون هتتفتح في وجوهكم أو في عيونكم. في عندكم حظ فيما يخص المادة. في كتير منكم يمكن محظوظين. في كتير منكم ممكن تكونوا من كتر ما يعني الخير هيدخل حياتكم وهيفيد وهتعملوا كل حاجة انتوا بتتمنوها، يمكن كمان من يعني هتقدروا ان انتوا تدخروا من الامر. انا شايفة ان انتم محظوظين، هو زي ما يكون كارت الحظ ملاصق ليكم او ملاحق ليكم، ومش في حاجة بس او في امر معين. انا شايفة ان هيكون في عدة جوانب او في عدة مجالات في حياتكم، في الحب، في الصحة، في العمل، في الخير. ادعوا، خليكم متفائلين، اجتهدوا، اعملوا اللي عليكم وربنا يكمل. ربنا هيديكم. ربنا ما بيعوضش تعب حد، ما يعني مش بيضيع تعب حد، بالعكس بيعوض التعب او المجهود اللي انتم ممكن تكونوا بتبذلوه في يعني في الحصول على حاجة او لتحقيق حاجة معينة.
محتاجين ان انتوا بس تنتبهوا للحاجات اللي انتوا بتسمعوها فيما يخص التوقعات. حاولوا ان انتوا تلجأوا لقراءات فيها طاقة ايجابية، فيها حب، فيها اخبار مفرحة. ابعدوا عن كل ما هو سلبي وكل ما هو بيحمل عنوان سلبي. ابعدوا عن كل حاجة بتحسوا اني ضد طاقتكم، او ما تستسلموش اني يعني هي دي فعلا المخاوف اللي جوانا، احنا مستمرين ان احنا نسمعها. حاولوا الأول تميزوا الناس اللي انتوا بتسمعوهم. حاولوا ان انتوا تحسوا بتناغم في الطاقة مع الناس اللي انتوا بتسمعوها. الحاجات اللي انتوا بتسمعوها حتى سواء كانت ايجابية او سلبية بتأثر فيكم. كل ما هو يعني بيغذي حواسكم، سواء كانت بقى تغذية ايجابية او سلبية، بتأثر فيكم. فحاولوا ان انتوا تنتبهوا. حاولوا ان انتوا تثقوا في حدثكم، تثقوا في طاقتكم. مش اي حتى خبر سلبي تسمعوه تقولوا ده اللي كنا خايفين منه ادينا سمعناه هيتحقق. الامور ما بتمشيش بالطريقه دي. بالعكس، ده ممكن يكون المخاوف اللي جواكوا دي مجرد مخاوف وما تحققش، بس عن طريق سماعكم ليها واجتزاكم للامر تخلوها تتحقق. علشان كده محتاجين ان انتوا تنتبهوا للحاجات اللي انتوا بتسمعوها، تخرجوا من حياتكم كل ما هو سلبي. تخلي بالكم من الحاجات اللي انتوا بتغذوا بيها حواسكم علشان ما تتأثروش بطريقة سلبية. حاولوا ان انتوا تحيطوا او surround yourself بحاجات كلها طاقة ايجابية، كلها حب، كلها سلام، كلها خير. لان انتوا الحظ والخير مكتوب لكم. ليه تعكسوه او ليه تقفلوا الباب الحلو اللي عايز يتفتح لكم بحاجات انتوا ممكن تكون مخاوف او شكوك جواكم؟ ليه ما تفتحوش ايديكم وتستقبلوا الحاجات الحلوة اللي ربنا عايز يرزقكم بيها؟ بلاش تتعبوا نفسكم بالتفكير في حاجات مش بتمشي بتفكيرنا البشري. في حاجات بيبقى ليها توقيتات إلهية، بيبقى ليها حاجات ربنا مدبرها. في عندكم نجاح، سواء كان نجاح في شغلكم، نجاح في حياتكم الدراسية العملية، بس في فرحة، في نصرة، في حاجة انتم ممكن مستنيين نتيجة ليها. انا شايفة ان النتيجة هتكون لصالحكم وهتكونوا كتير في منتهى السعادة. الحاجة اللي منكم ممكن يكون في عندكم اختبارات او في عندكم حاجات سواء انترفيو او مقابلات او امور معينة في حياتكم انتوا داخلينها فيها زي نتيجة ايجابية او غير ايجابية. انا شايفة ان النتيجة هتكون ايجابية وهتكون لصالحكم، وهيكون في زي سبورت او فرحة من الاهل او الناس المقربين ليكم بنجاحكم او بانتصاركم. انا شايفة ان في خطوات كتير ممكن تكون مؤجلة في حياتكم. محتاجين ان انتوا يعني انتوا دلوقتي زي ما يكون كتير منكم بقيتوا مستعدوا ان انتوا تتخذوا الخطوات او القرارات دي، وتبتدوا كمان في تنفيذها علشان تقدروا ان انتوا تستغلوا عامل الوقت، او تستغلوا يمكن يعني نقول يعني سنكم، او ما تضيعوش وقت انتوا فيه تقدروا تبذلوا او تجتهدوا فيه لوقت بعد كده ما تضمنوش فيه الظروف. انا شايفه ان في كتير منكم حاليا مستعد لاتخاذ بعض القرارات في حياتكم. ما تاجلوش اكتر من كده، وابتدوا بعد اتخاذ القرارات دي ان انتوا تاخدوا زي بوزيتيف ستيبس او خطوات ايجابيه في حاجات انتوا بتتمنوها، او في حاجات انتوا نفسكوا ان هي تحصل او تتحقق. يمكن كتير انتظرتوها، ومن كتر الانتظار يمكن حاسين ان انتوا خلاص تعبانين، او حتى في كتير منكم من كتر الارهاق او الحاجات اللي انتوا بتفكروا فيها بتحاولوا ان انتوا تهربوا من النوم. حتى يعني من كتر يمكن البعض منكم ما بيحاول ينام كتير او يهرب من النوم، مش بتعرفوا تناموا، بيبقى عندكم أرق. وحتى وانتوا نايمين ما بتكونوش مرتاحين، اللي هو اساسا النوم فترة الراحة. حاولوا ان انتوا تخرجوا من الكومفورت زون. ابعدوا عن اي حاجة بتقيدكم، او اي حاجة بتدخل شك او بتدخل طاقة سلبية لوجدانكم. ابعدوا عن اي حد ممكن يكون بيحاول يحبطكم او يقلل ثقتكم في نفسكم او يخليكم في وضع ميؤوس منه. اعرفوا قيمة نفسكم، اعرفوا قدرات نفسكم، وخلي عندكم ثقة بربنا ان الامور هتتحسن وهتكون افضل، واللي انتوا بتتمنوه بتسعوا ليه زي ما يكون في يوم من الايام هيكون ليكم. بس في حاجة زي ما بقول لكم، هو كل ما في الامر محتاجة بعض الانتظار، محتاجة بعض الصبر، محتاجة بعض الوقت. مع الوقت ده يكون عندكم امل وتفاؤل، ما تكونوش بالوضع ده. في حاجة زي ما يكون ليها divine timing، سواء كان الأمر في حياتكم العاطفية، الدراسية، المادية، المهنية. في حاجة محتاجة وقت علشان يمكن تحصلوا فيها على انتصار، على نجاح، على فرحة، على الحاجة اللي انتوا نفسكم ان هي تكون موجودة. اللي زي ما يكون الدنيا هتزدهر في
في وشوشكم أو في وجوهكم، هتديكم زي ابتسامة بعد ما كنتوا يمكن حاسين بفترة طويلة إن هي مدياكوا ضهرها. شايفة إن في عندكم فرح، انتصار، سعادة. اللي فيه منكم ممكن تكون حتى داخلين في منافسات أو مسابقة، أو بتسعوا إن انتوا تحصلوا على ترقية أو على وظيفة معينة، أو النجاح مثلا في شغلكم أو حتى في حياتكم العاطفية، أو أمنية في حاجة معينة. أنا شايفة إن هتكون ليكم، هتكونوا كتير مبسوطين، وهتحسوا ان زي ما يكون الابتسامة رجعت ليكم، ان الفرح ابتدى يبقى مكتوب ليكم. فبلاش ان انتوا تعيشوا بس اللحظات اللي انتوا عايشينها وتبصوا تحت رجليكم، لا بصوا لبكرة، بصوا ان في حاجات كتير حلوة، وان الخير اللي ربنا كاتبه لكم محدش هيقدر ياخده منكم او يسلبه منكم. اثناء بقى ما الانتظار، او لغايه ما يعني ربنا يريد بالحاجه اللي انتوا بتتمنوها دي ان هي تتحقق، الامر اللي في حياتكم اللي يمكن محتاج صبر او زمن علشان تحصلوا عليه او يبقى موجود في حياتكم، محتاجين ان انتوا تتخلصوا من كل طاقه سلبيه، تستمتعوا بالهدوء والطمانينه، غيروا جو، جددوا طاقتكم، اعملوا حاجه انتوا بتحبوها، واستثمروا وقتكم علشان تكونوا مستعدين للابتسامة أو للفرحة اللي ربنا هيرسمها على وجوهكم. أتمنى القراءة تكون عجبتكم، ما تنسوش تشاركوني آرائكم في التعليقات، وأشوفكم في فيديو جديد. باي باي.